صح؟ تمام. فالماتش اللي فات ده ادى امل لجماهير الزمالك، بدليل ان النهارده تتفرج على المدرج لا مش هو الجماهير اللي حضرت ماتش بيراميدز النهارده اكتر التشجيع اكتر. طيب ما هو اقنع يعني مش اقنع جماهير النادي الزمالك. لا هو ما اقنعش، ده هو ضيع الفوز الماتش اللي فات، ما احنا لسه هنتكلم واخد بالك. بس ده يعني في الحاله اللي كان فيها الزمالك وجاي خسران من الفرقه بتاعت سولار دي، وبعد كده بدايه فتره الاعداد ان خسران من سيراميكا 3، كل الامور دي تديك انطباعات ان الزمالك السنه دي هيهبط. اللي احنا اتفرجنا عليه في ماتش بيراميدز لا ادى امل للجماهير، بدليل ان الجماهير النهارده راحت اكتر من الماتش اللي فات وبتساند اكتر من الماتش اللي فات، والنهارده الزمالك بدا الشوط الاولاني احسن من ماتش بيراميدز. تمام. واخد بالك، لان الثقه مع الجماهير مع يعني التشجيع، خلي بالك ان الجمهور كان عليه عامل رئيس النهارده ان يوقف كل اللعيبه بما فيهم الشباب على رجليهم. بس هنا اسوريو يحسب لاسوريو يا كابتن. ايه؟ يحسب لاسوريو الاداء لا ما يحسبش لسبب، وبدايه الماتش النهارده والشوط الثاني كمان في لا اصل في لعيبه لعبها المفروض ما تلعبش. ده في البيراميدز ولا النهارده؟ هنا وهنا بس النهارده اكتر. ليه؟ لانك انت النهارده مثلا انت مقعد عبد الشافي ليه؟ خلي اللعيب ده خبره. انت مقعده ليه؟ مع كل الاحترام اللي انت شايفه هو حاتم سكر احنا بنقول هيجي والفتره اللي جايه والكلام ده، بس هو دلوقتي ما بيتطورش، بالعكس ده بيعمل مصايب. فانت اديله اخر 10 دقايق، اديله اخر ربع ساعه، واخد بالك. يعني انت عايز تقلبها يا كابتن، ما تديش عبد الشافي في الحاله البدنيه والسن ده من نهايه اللقاء او في النص الثاني من اللقاء. لا يبدا، انا بقول لك يبدا. ما انا بقول لك يعني تقلبها، انا قصدك يعني حاتم سكر هو اللي ياخد في الشوط الثاني، ما ياخدش من الشوط الاول لو انت احتاجته. مش ان هو يبقى قاعد عشان ان هو ينزل اخر ربع ساعه وثلث ساعه. يبقى قصدك في تقل بالظبط كده. انت اول ما عبد الشافي نزل عمل كروس، لو في راس حربه بقى موجود. وانا عايز اسالك، هل النهارده كان ناصر منسي قاعد على الدكه هو وسيف الجزيري ولا لا؟ في السكور شيت يعني قصدك؟ يا جماعه انا طلبت منكم السكور شيت يا جماعه. عايزين نعرف بس، اصل احنا طبعا جاي لنا بس التغييرات، فعايزين نعرف الناس دي كانت موجوده. طب انت دلوقتي مثلا حاجه بسيطه، انت الماتش اللي فات حسام عبد المجيد عمل مشكله ناصر منسي كابتن سيف الجزيري كانوا موجودين. طب يبقى ده مدرب بالله عليك. يعني ناصر منسي والزناري وسيف الجزيري وشيكابالا واشرف روقه طبعا. انت عارف النهارده لو واحد من دول بيلعب كان سيد نيمار كمان كان هدف وكان كسب الزمالك 2-3. انت مقعدهم ليه؟ اديني سبب يا عم. عشان كروس واحد يا كابتن اتلعب. كروس واحد فين؟ انت بتتكلم عشان كروس عبد الشافي. ما انت من نص فرصه بتجيب جون يا فاروق. ده لا ما فيش الشوط الثاني فيه حاجات كتيره، بس ما كانش فيه راس حربه في ال 18. ما بتاعت زيزو، ده زيزو اللي بيلعب بدماغه. في واحده ثانيه لزيزو بالصعود دي وفي واحده ثانيه بتاعت زيزو، لو في راس حربه يطلع يعمل التكف ويحطها في اي زاويه من الزوايا. وطبعا زيزو معذور لان ما بيلعبش بدماغه. ما احنا بنقول لك هنا بقى الراس حربه وجوده ضروري في الكلام ده. واخد بالك. فادي اول خطا، انا ما كنتش اعرف ان هما الاثنين قاعدين. طب انت لما عملت التغييرات عملتها بناء على ايه؟ ما انت ضاغط وعامل بريس على فرقه المقاولين في ال 18 بتاعها، يبقى لازم من اول تفكير يجي لي انزل يا الجزيري انزل ناصر ماهر. مش انت لعبت ناصر منسي الماتش اللي فات؟ ما لعبتوش ليه النهارده؟ قول لي بقى ايه الميزه ان انت ما تلعبوش النهارده؟ يعني انت مثلا لو ما لعبتش بيه الماتش اللي فات بتفسر تغييراته نفسها ازاي يا كابتن؟ لا سمك لبن تمر هندي. يعني اللي بيجي على دماغه هنا قصدك يعني والمصحف رز بلبن. مفيش كده يا كابتن بالمكسرات والمصحف. هقول لك على حاجه. طب النهارده بقى يعني الاهداف من نزول مثلا الزناري مكان حسام معروف اصابه. طيب رؤى مكان حسام بيسو نجح ولا مش نجح؟ ما حسام بيسو كان نفس الكلام وهايل. لا استنى بس محلها. لا يبقى تغيير في محله يا حبيبي. ما اقدرش، بس انا سيب الراجل ده طالما بدات بيه اديله فرصه، اكسب ناشئ. يعني النهارده حرقهم يعني لما لعبوا من البدايه؟ مش حرقهم بس، ده هو بيقضي عليهم. يعني مثلا النهارده ايشو عمل واحده زي بتاعه شيكابالا اللي في الماتشات اللي هو يقطم ويحطها في البعيده. اللي طلعت في العرض. لو في حظ او في ثقه واللعيب عارف ان هو مش هيتغير، والله العظيم يجيبها جون.
والله يجيبها جول. بس فيها توفيق يا كابتن انها طلعت يا فوق حبيبي العارضه، ماشي، فوق لو العارضه في قصدك ثقه برضه يعني. لا لو في ثقه، لو هو عارف ان هو بيلعب ورجليه في الملعب ومش هيغير. خلي بالك اللعيبه دي بتبقى عارفه ان هي هتلعب واول تغيير هو، فبيبقى فاكر انت السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها لما كان احمد عبد القادر لما رجع من سموحه في الدقيقه 60 بالظبط كان لازم يغير، حلو وحش كان لازم يغير، فده كان بيأثر على مستواه. مش معاك يا كابتن، انا دي فرصه باخدها لاثبت نفسي. طب ما هو ثابت نفسه. طيب يا كابتن، ما هو الوحيد بتقول يعني بيضيع كوره عشان هو بيفكر ان هو اه والله العظيم اسمع مش منطق ده، الكلام. انا اجيبها عشان اقعد بقى فين؟ اجيب الكوره دي. لا أنا لو عنده بالمنطق الثقه ده. لا بس هي الفكره ان دي توفيق يا حبيبي. يعني ممكن شيكابالا اللي هو يعني خطير فيها تطلع فوق برضه بنفس الشكل. بس شيكابالا عنده الثقه يعمل كده ويحطها، جت ما جاتش، المهم ان هو متعود عليها. انا بكلمك على لعيب ناشئ لما بتديله الثقه بينزل يكسر الدنيا. طب قول لي هو غير ليه النهارده؟ يعني هو غيره ليه؟ طب نزل ابراهيم نضاي ده ولا ابراهيم نضاي نزله عمل ايه؟ اكتر من اللي ايشو كان بيعمل، بل بالعكس ايشو كان بيمسك الكوره ويعدي ويخش ويلاعب الناس ويلعب معاهم والكلام ده. ده ما عملش الكلام ده. طيب دي حاجه، تاني حاجه شيكابالا انت بتحرقه ولا عايز تكره جماهير الزمالك فيه وانت اصلا منزله وناحيه اليمين ابراهيم نضاي وناحيه الشمال مصطفى شلبي وفي الوسط زيزو. انت منزله، قول له اسال شيكابالا كده، قول له دورك ايه؟ انت شفت لعب فين النهارده شيكابالا؟ ما انا ما اعرفش، كان بيلعب النهارده وينج لخمه. ممكن لخمه يعني ما هو الراجل مش مديله. بص يعني انت ما شفتوش في مركز ممكن يكون متحرك هو لا حبيبي بص يا اما تنزله مكان زيزو، يا اما كنت استنيت على ابراهيم نضاي، يا اما غيرت مصطفى شلبي، لان شيكابالا خطورته كلها لما بيجي من على الطرف. صح؟ انت في واحد تحت الفيرود اللي هو زيزو، وواحد ناحيه الرايت اللي هو ابراهيم نضاي، وواحد ناحيه الليفت اللي هو مصطفى شلبي. فهو نازل يحرق شيكابالا. هو ممكن يكون مش عارف بس هو عايز يلعب شيكابالا وخلاص. لا، لاعب شيكابالا في المكان بتاعه عشان نقدر بيعمل كثافه هجوميه. ما نزل ناصر منسي. هو ناصر منسي ولا شيكابالا؟ سيف الجزيري ولا شيكابالا؟ وانت ما عندكش راس حربه، انت بتلعب اوباما فيها. مين الاولى؟ واخد بالك؟ انا بقول لك شويه حاجات طفيفه. هو احلى ما في اللقاء النهارده ان احنا ما شفناش لا دونجا ولا المسلوسي. بقت